مرحبا بكم معي اليوم في وصفة جديدة. وصفتنا اليوم دجاجة محمرة محشية على طريقتي كما عودتكم. طبقة الجلد تجي مقرمشة وبنينة بواحد المارينات وواحد لافاص خير متاع المطاعم، والدجاج تاعكم ما يجيش ناشف ويجي مشمخ وطري ومنكه. ونبداو وصفتنا في التتبيلة تاع الدجاج. اليوم عندنا زوج تتبيلات، تتبيلة للجلد وتتبيلة للدجاجة. ونبداو أول حاجة بالتتبيلة للصدر الدجاج باه يجينا طري ومشمخ. عندي كمية من المعدنوس، ضفت له ملعقة صغيرة إكليل جبل، وملعقة صغيرة من النعناع، وملعقة صغيرة من الزعتر أو الزعترة، وتقدروا تستعملوا مزيج من الاثنين. وعندنا ملعقة كبيرة من الزبدة طرية بحرارة الغرفة لازم تكون. ونخلطوا المكونات تاعنا مليح. وبالنسبة للمعدنوس اللي ما يحبش الذوق تاعو تقدروا تحطوا كمية منه أقل. وهنا عندي دجاجة متوسط الحجم، غسلتها ونظفتها مليح. وأحد أسرار باه يجي الدجاج تاعكم بنين هو لازم تنشفوها مليح من الماء اللي فيها، لأنه إذا كانت ساردة بالماء الجلد تاعكم حيجي رطب ومش حيجي مقرمش. والحاجة الثانية الدجاجة تاعكم مش حتمتص مليح التوابل، والمارينات تاعكم مش حيجي بنين. وهنا نجيب المارينات تاعي وندهن بيه الدجاجة من تحت الجلد في كل الجوانب، ونحاول نفتح الجلد تاع الدجاجة تاعنا بالعقل، ونحط المارينات تحته وندهنه مليح. ونمرطه للتتبيلة الثانية. عندي ملعقة صغيرة مطارد، ضفت لها ملعقة صغيرة هريسة، وعصير نصف حبة ليمون، وثلث سنة تاع توم، وربع كاس زيت زيتون يعطي نكهة رائعة للدجاجة خير من الزيت النباتي تقدروا تستعملوه. والذوق تاعو ما تخافوش، زيت الزيتون ما يبانش خلاص. ونروحوا للتوابل. عندي ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة مليحة بابريكا ولا حمار، ملعقة صغيرة تاع راس الحانوت. عندي تاني توابل دجاج، وملعقة صغيرة كمون، وملعقة صغيرة كركم ولا راهو متوفر عندكم، أنا ما كانش توفر عندي ما حطيتوش. وملعقة صغيرة تابل، وملعقة صغيرة من العسل. والخليط لازم يكون في المرحلة هذه يكون ثقيل شوية، ما يكونش خفيف. جامي ديروا الخليط تاعكم تاع التتبيلة اللي دهنوها من فوق ديروه خفيف عفوا. وضفت ملعقة صغيرة تاع إكليل جبل ونصف ملعقة كبيرة من الملح. وخلط المكونات ونروحوا دوك باه ندهنوا الدجاجة تاعنا بهذه التتبيلة. نحاول ندهن الدجاجة تاعي من كل الجوانب باه يدخلها التوابل مليح. ولازم نخلي في المرحلة هذه الدجاجة تاعي ترتاح على الأقل ساعتين. وخليت ربع كمية من التتبيلة الثانية اللي درناها. ضفت لها الرز اللي شمخته في الماء حوالي مدة نصف ساعة. وهنا استعملت نصف كاس بحشيت الدجاجة تاعي. والدجاجة تاعي ما جاتش محشية بزاف، اللي حب يحشيها مليح يقدر يستعمل أكثر من نصف كاس. ونخلط المكونات تاعنا مليح. وعلى نار متوسطة حطيت نصف ملعقة كبيرة تاع زبدة، خليتها حتى دابت. وضفت الرز اللي تبناه قبل قليل، ضفته وحاولت شوية خليته تقلى، دات تحميصة خفيفة برك باه يعطي البنة. هنا ضفت بك شوية ملح علاه لاني خفت يجيني مسوس. ومرقت بكاس سعمة، وخليت الرز حتى يهز الغلية. من بعد نقصت عليه وخليته يطيب على نار قليلة حتى ينشف. ما يديلكمش الوقت بزاف، حوالي 10 دقائق تلقاو الرز تاعكم لأن الكمية صغيرة تلقاوه طاب. والرز تاعي بعد ما طاب يجي حبة على حبة. وما تخافوش الرز من بعدك ما تزيدوش تحطوه في الدجاجة ويزيد يدخل مع التوابل هدوك، يجي بنين 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 روعة خير من تاع المطاعم. وهنا حشيت الدجاجة تاعي مليح ونحاول نغلقها. أنا غلقتها هنا باستعمال كوردون يجيني سهل للغلق ويجي أفضل للشكل تاني. وانتوما حاولوا غلقوا بالطريقة ولا بأي حاجة متوفرة عندكم باه نحافظوا على شكل الدجاجة. وفي فرن مسخن مسبقا على 200 درجة حطيت الدجاجة تاعي، دات لي حوالي 45 دقيقة باه طابت. بعد ما طابت هذا هو الشكل تاعها. لازم تحكموا تنيطاوي شويه الدجاجه تاعكم، تنحيو الزوائد اللي كاينين من فوق تاع التتبيله باه تعطيكم منظر مليح باه تحمار. ودهنتها بشويه زبده ورشيت عليها الخليط اللي حناته لكم دوكا. عندي كمية من الشابلوغ، ضفت لها ملعقة مليحة تاع بابريكا، وملعقة صغيرة تاع فلفل كحل، وملعقة صغيرة تاع ملح. ونخلط المكونات مليح ونرشها على الدجاجة. نحاول نرش كمية قليلة بك، ما نكترش وما نخليهاش تتراكم على جلد الدجاجة بزاف. كمية قليلة برك يعطي جو وبنة وقرمشة رايعة للدجاجة.
ونعاود نرجع الدجاجة ونشعل عليها من فوق ونخليها حتى تحمار وتدي اللون الذهبي. ولا عندكم رياحة في الفور تاعكم تقدروا تشعلوه تعاونكم به الدجاجة تحمار مليحة. وهذا شكل الدجاجة تاعنا، جات روعة محمرة وبنينة وطرية، والروز حبة على حبة. والله بإذن الله وصفة ما تندموش عليها ولا جربتوها. الدجاجة تجي منكهة وبنينة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعنا تاع اليوم، ونتمنى تجربوها، ولا جربتوها وعجبتكم ردوا لي في التعليقات وقولوا لي كيف جاتكم. ونتلاقيو بإذن الله في الوصفة القادمة بوصفة جديدة وبنكهة جديدة بإذن الله.